ما كفايه نكد بقى، نفضل لحد امتى قاعدين ما بنعملش حاجه، لا عارفين نشوف اشغالنا ولا عارفين نشوف الدنيا ولا عارفين نشوف الناس، مش عارفين نشوف الناس اللي بنحبهم. كفايه كلام عن الحرب علشان نقدر نشوف حياتنا. وعلشان كده قررنا ان احنا نتكلم عن حاجه جديده خالص. وكمني بحب الاقتصاد وبحب البورصه وبحب الناس اللي بتشتغل في البورصه، فخليني اقول لكم اخر الاخبار. لكن كل المؤشرات تؤكد أن اقتصاد إسرائيل سيكون الخاسر الأكبر كلما طال أمد هذه الحرب. فبورصة تل أبيب أصبحت هي الأسوأ أداء في العالم منذ 7 من شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي، إذ انخفض المؤشر الرئيسي في بورصة تل أبيب بنحو 15% من حيث القيمة الدولارية. يأتي ذلك مع خسارة تقترب قيمتها من 25 مليار دولار خلال نحو 3 أسابيع فقط. كما تعرضت أسهم البنوك لضربة موجعة، حيث هوت أسهم كبرى البنوك منذ بداية هذه الحرب بما يصل إلى 22%. يأتي ذلك مع احتمال مزيد من الخسائر وفق تقرير لصحيفة جلوبس الاقتصادية الإسرائيلية، لا سيما مع تنامي وتيرة خروج الاستثمارات الأجنبية. طيب هو الواضح ان الكلام عن البورصه دلوقتي مش هيكون مناسب قوي، فخلينا نشوف حاجه تانية مثلا زي التكنولوجيا واخبار التكنولوجيا والدنيا ماشيه ازاي، واخر احداث اخر صيحات التكنولوجيا في العالم. Israel is testing sponge bombs, which are different from traditional explosives. Israel's new secret weapon is a kind of chemical grenade. That's a whole lot of tungsten carbide. 400 pounds of it. Ta-da! It's pretty great, huh? So pink. Here's the best part. Whoa. I know, right? التكنولوجيا برضو ما كانش اختيار كويس الفترة الأخيرة، وآخر كام سنة كده الناس بدأت تعمل اللي هي الفيديوهات بتاعة السفر والترافلينج، والناس تروح من مكان لمكان ويحكوا عن الاكسبيرينس والثقافة والحاجات اللي بيقابلوها في الأماكن التانية دي. خلينا نشوف إيه أخبار السفر والحركة. خروج هذا شيء صعب على النفس جدا. لا داعي لذكر زي ما غاب زي ما احنا طلعنا من تم الموت. السفر شكله مش نافع هو كمان. خلينا نتكلم في المطبخ. الطبخ عمره ما هيكون مضر. خلينا نشوف الطبخ والناس ازاي بتطبخ في الثقافات المختلفة. خلينا نشوف ايه اخبار المطبخ في العالم عامة، المطبخ العالمي، عشان نقدر ان احنا نكفر صورة اكبر ونقدر ان احنا نرجع تاني لحياتنا اليومية. ده الهدف اصلا، صح؟ الهدف ان احنا نرجع نشوف حياتنا ونكمل حياتنا وخلاص. يعني الحرب كده كده مستمرة ومش اول مرة تحصل، بقالها 75 سنة. أن الطعام يتم تجهيزه عبر الحطب، لأن لا يوجد غاز في قطاع غزة في هذه اللحظات كما نعلم، وبسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال منذ بداية الحرب على القطاع. يعني الصينية الواحدة تكفي لكم أسرة؟ هي فعليا تكفي الاثنين، لكن بالفعل الآن هدفنا سد رمق الأطفال بنوزعها على 6 أشخاص. طيب هو ده برضو منفعش، أنا آسف بس ده برضو منفعش. احنا عايزين نشوف موضوع تاني بعيد خالص عن اي حاجه ممكن تقربنا للسياسه. يعني مثلا لما بنفكر الكوره، مثلا الكوره لما بنشوف فيفا مثلا بتقول لك الكوره ملهاش اي علاقه بالاحداث السياسيه، واحنا هنصمد وهنكمل لعب بالكوره بغض النظر عن الاحداث السياسيه. فايا يكن ايه اللي ممكن يكون حاصل في الساحه العالميه، احنا بس هنلعب كوره. خلينا نشوف ايه اخبار الكوره. ألكسندر زينشينكو للكيان الصهيوني عبر منشوراته على إنستغرام من خلال نشر صورة لتدعيم الجانب الإسرائيلي. وفقا لصحيفة تلغراف البريطانية، فإن الحكومة البريطانية أبلغت الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بأنه من المناسب دعم الكيان الصهيوني، وذلك في إطار المحادثات لإضاءة قوس ويمبلي بألوان علم الكيان الصهيوني خلال المباراة الودية بين إنجلترا وأستراليا. لكن بعد دعم النني لفلسطين فسوف يكون لزاما عليهم إضاءة ملعب ويمبلي بألوان علم إسرائيل وعلم فلسطين، وإلا عليهم إلغاء الفكرة من الأساس. بصوا، كان في موضوع تاني. الناس زمان كانت بغض النظر عن الموضوع مش ethical قوي، بس يعني كان في ناس بتستغل ان هي تختار الحوادث اللي هي one time thing، اللي هو مثلا واحد الكعب اللي واقع على وشه. الحاجات ديت نسبيا دارك كوميدي somehow، شيء المفروض ان هو حزين وفي نفس الوقت مضحك، لان احنا بشر في الاخر. الحاجات ديت مش اخلاقيه يا جماعه. بس خلينا نشوف مثلا اي حاجه ممكن هي من غباء الانسان ممكن تكون مضحكه او
شيء من انواع البوست اللي ممكن تساعد نفسك بيه في حياتك. The list. This list in Arabic this list says we are in an operation. The operation against Israel started in the 7th of October. This is a Guardian list where every terrorist writes his name and every terrorist has his own shift guarding the people that were here. طيب بصوا، احنا ممكن نعمل حاجه احلى، ممكن نشوف الترندات اللي موجوده اصلا ونعمل عليها ترندات. يعني مثلا باسم يوسف ظهر الفتره الاخيره عشان موضوع الحرب ده وبدا يتكلم، بس الفكره ان باسم يوسف اصلا سياسي ساخر، او ده اللي احنا كنا فاكرينه عنه من البرنامج. دلوقتي حوار تاني مالناش دعوه بيه. خلينا نشوف دلوقتي الناس اللي بياخدوا السياسه بشكل سخريه المستوى بتاعهم راح لفين. يمكن نرجع لشيء من الفتره اللي احنا عشناها وقتها، لانها نسبيا كانت فتره احسن. يا اخوتي واخواتي الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير، ومن هنا ومن قطاع غزه ننشر لكم اخر التطورات في البلاد. يا اخوان، ابو عبيده امبارح بيقول لك انه الاسرى بغزه بياكلوا نفس ما احنا بناكل. يا زلمه بحق له 200 اسير هذول، ايش بدنا نلحق عليهم؟ 200 اسير يا زلمه، بدنا نلحق عليهم شاورما وبرجر؟ طب هم احنا بناكل ايش هذه الاكلات؟ نزل الله حسبي الله ونعم الوكيل. هاي كمان واحد، اضرب. وين هذول؟ ولو دمروا البلد، الوضع ايس كفى على الاخر. دمروا البلد، الوضع ايس كفى على الاخر. كل الطرق بتؤدي الى غزة. مفيش اي حاجة ممكن تخرجك من اللي انت فيه دلوقتي ده غير وقوف الحرب. وانت تقدر تعمل ايه؟ تقدر تتكلم بس، متقدرش تعمل حاجة تانية. والموضوع مش مؤلم ليا وليك اكتر ما هو مؤلم للناس اللي فعلا عايشينه. ومش بعلي عليك، بالعكس، ده انت برافو عليك انك عرفت تقوم من السرير كل يوم علشان تروح تاكل وتشرب، او تروح شغلك اللي مش تقدر تعيش من غيره، او تروح تشوف حياتك. بس في ناس تانية مش قادرة. انا واحد من الناس اللي مش قادرة. علشان كده انا مش عارف هعمل ايه الفترة ديت. ممكن يكون هو ده الشيء الدافع، أو الشيء اللي ممكن يساعدني ان انا اقوم اتحرك اشوف حياتي واشوف شغلي، واقدر ان انا اتعامل مع وجود الحرب كشيء خلاص مسلم. بس اللي انا اقدر اقوله لك ان انت كمان حاول تعمل ده، خلينا نحاول نعمل ده، بس في نفس الوقت اتكلم. قاطع لان المقاطعة ده اللي في ايدك، واتكلم لان ده برضو اللي تقدر تعمله. شكرا انك شفت الفيديو للنهاية، وزي ما بيقولوا الفترة الأخيرة حاول تبوست الفيديو بأي نوع من أنواع اللايك والشير والسبسكرايب والكلام اللهبل ده. شكرا جدا انك وصلت لنهاية الفيديو، واشوفكم في فيديو جاي أحسن في وضع أحسن.